جرسون، يا جرسون، فين الجرسون هنا؟ أنا بنده. أهلا 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 يا فندم، اتفضل أمرني. أنا بعتذر جدا لحضرتك على التأخير. حضرتك تطلب إيه يا فندم؟ اتفضل. أطلب إيه ونية إيه يا أنت؟ أنت بتستعبط؟ وإزاي تتكلم معايا بالطريقة دي؟ أنت مش محترم، والمفروض كلامك معايا يبقى بذوق. جاي لي بعد تأخير 10 دقايق وتقول لي تطلب إيه؟ وبوقاحة، مش بتكلمني باحترام. إيه يا فندم؟ هو أنا لو عملت لحضرتك حاجة؟ وبعدين أنا لو عملت حاجة فأنا بعتذر تاني يا فندم، أنا بعتذر تاني يا فندم، بس أنا ما كنتش أقصد أي حاجة. حضرتك تأمرني بأي حاجة أطلبها لحضرتك؟ تطلب لي أولاد إيه اللي مش متربي؟ أنت إزاي بتتكلم معايا كده على؟ أنت مش شايف نفسك مين يا أنا مين؟ أنت إزاي تتكلم معايا بالطريقة دي؟ إزاي هتساوي راسك براسي ووقف تنقرني؟ أنت مين أنت يا علا؟ أنت ذات نفسك ولا إيه يا علا؟ وبعدين فين مدير المكان ده؟ ازاي يشغل البهايم اللي زيك هنا؟ انا عايز مدير المكان. يا فندم انا اعتذرت لحضرتك، طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ وبالطريقه دي حضرتك هتقطع عيشي وهتجيب لي مشكله. انا موظف غلبان بجري على اكل عيشي، وحضرتك كده هتقطع لقمة عيشي. انا عملت إيه؟ ولو عملت لحضرتك انا اسف تاني يا فندم. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني لحضرتك؟ نعم يا اخويا، انت مش محترم يا علا عشان بتتكلم مع سيادك بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي، والمفروض اللي زيك يتقطع عيشه علشان يعرف ازاي بعد كده يتكلم مع اولاد الناس المحترمين يعني اللي مش متربي. وفين المدير؟ يا المدير يا المدير. اهلا 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 يا فندم. مال حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ بس اشرح لي فين المشكله وانا هحلها لحضرتك حالا يا فندم. نرجو بس الهدوء يا فندم، حضرتك متعصب ليه؟ الموضوع بسيط ان شاء الله. انا هادي اهو يا سيدي، انا هادي. المشكله يا فندم ان انت عندك موظف مش محترم، مش عارف اتعامل مع ولاد الناس وبيبجح فيا، وبيقول لي هتقطع لي عيشي واتاخر عن طلب الاوردر 10 دقايق، وبدل ما يجي يعتذر عن قله ادبه وتاخيره بيتكلم بكل وقاحه. انتوا ازاي بتعينوا الناس عندكم كده؟ انتوا بتتعاملوا مع فئه نظيفه، وانا هوديكم في داهيه عشان تعرفوا تتعاملوا مع الناس المحترمه بعد كده. أنا طبعا بعتذر لحضرتك جدا 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 عن الغلطة الغير مقصودة دي، وأنت مخصوم منك أسبوع علشان قلة أدبك مع الناس ومع العملاء، ولو اتكررت منك تاني فيها فصلك من الشغل. وبعتذر لحضرتك جدا جدا يا فندم، وتعويضا عن الغلطة الغير مقصودة اللي حصلت دي، فأنا بعرض عليك طلبك النهاردة هيكون على حساب المحل والمطعم بتاعنا. ثانيا يا فندم، انا خصمت له اسبوع علشان يتعلم الادب ازاي يتكلم مع الناس المحترمه اللي زي حضرتك. منورنا ومشرفنا يا فندم، واللي انت تعوزه كله احنا تحت امر حضرتك يا استاذنا. نتمنى لك قضاء يوم سعيد. يلا امشوا من قدامي. يا فندم يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله ما عملت حاجه، ما اتكلمت. انا بعتذر للاستاذ بس هو مش متقبل مني. والله ما اتكلمت، خصم اسبوع كتير كتير يا فندم. ما تكررش اي كلمة قدامي دلوقتي، وامشي زي ما قلت لك، مش عايز اسمع منك اي حوار دلوقتي. سيادة المدير بعد اذنك ثواني، عشان في حاجة حصلت حضرتك لازم تعرفها وتفهمها. اولا انا قاعد وشايف الحوار من اوله لاخره، واللي انا شفته ان الاستاذ الجرسون المحترم ده ما غلطش في اي حاجة، والاستاذ المتحضر اللي المفروض فاهم وشخص متحضر ومحترم وابن ناس زي ما بيقولوا وصف نفسه، المفروض ما يتبادرش بقلة الأدب، المفروض ما يشوفش نفسه على الناس المحترمة والناس البسيطة. مش معنى إن أنت ربنا كرمك ولقيت اللي يصرف عليك ويديك عشان يطلعك شخص محترم هتوصل بيك قلة الأدب إنك تقل أدبك على الناس الغلبانة والناس البسيطة. الفرق بينك وبينه إن هو ملقاش حد يصرف عليه ويطلعه شخص زيك محترم، هو شخص بيبني نفسه بنفسه وهو محترم، بس أنت للأسف عندك ده النقص لأنك شخص مش محترم وبتستغل النعمة اللي ربنا مديها لك في إنك تدوس على الناس الغلابة. ولذلك سيادة المدير، الشخص ده الجرسون المحترم ده، الشخص المحترم اللي شغال ده، أنا هاخده وهشغله في مكان أحسن من ده بمليون مرة. طالما أنت بتظلم الناس وما تتحققش، كان ممكن بسهولة تفتح الكاميرات دي وترجعها
تعرف الشخص ده اذا كان ظالم ولا مظلوم. الشخص ده انا عندي ليه وظيفه احسن من عندك بمليون مره، وانت انا ما اصنفش مزاجك ان انا اتعامل معاه انك شخص قليل الادب، ولا اصنف ان انا أقف قدامك اساسا. انت مين انت وازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده اساسا؟ انت شايف نفسك مين يالا عشان تغلطني وتقول انا غلطان؟ انت انسان واقع، المكان ده بقى المكان ما يتقعدش فيه اساسا. انت مين انت؟ اخرس واياك تفتح بقك معايا، هي مش بالبدله ولا باللبس ولا بالقصص دي كلها، خد بالك كلنا محترمين في اخلاقنا مش بلبسنا. انت معانا في لبسك، بس انت كشخص ما تسواش جنيه لانك شخص قليل ادب ومش محترم، وجرسون اللي شغال ده هو محترم اكتر منك. هي مش بالفلوس ولا بالبدل ولا بأي حاجة، هي بأخلاقك واحترامك ومدى إن أنت تقدر الناس وتتواضع مع الناس. هي مش بالتكبر، أنت كل العطاسة اللي أنت فيها دي ملهاش أي 60